عامل دايت في كوكب الارض بيمر بثلاث مراحل، كل مرحله فيهم فيها مكتسبات ونقاط ضعف ممكن تدمره تماما. اي حد في الكوكب عامل دايت هو دلوقتي مش في مرحله من دول وبيعدي بحته من اللي انا اقوله. المرحله الاولى هي اول 6 اسابيع في الدايت. المكتسبات اللي انت لازم تحققها ان واحد تكون مطمن لمشوار الدايت بتاعك، فهمته شويه، قريت عنه، عندك شويه معلومات، انك تخس في اول 6 اسابيع مثلا 4 اسابيع منهم. رقم 3 انك في اول اسبوعين 3 تحس لوحدك ان شيئا ما قد حدث. الناس مش مضطره ان هي تشوف، محدش هيجي يقول لك ايه ده انت خاسس باين عليك، بس انا عايزك تكون هادي وانت لوحدك تبقى عارف ان ربما قد حدث شيئا ما. نقطه الضعف اللي انا دايما بخاف منها في المرحله الاولى ان حد يخطفك. literally I mean it. حد يخطفك، حد ياخدك بعيد خالص، يقول لك ايه انت لسه بادئ دايت ومطمن وقريت شويه، يقول لك ايه الحق ده في دواء بتنجاني خطير لسه نازل بيخسس، بدات تتشتت. الحق ده في دكتور بتنجاني جميل جدا بيقول لك اوعى تاكل بيض، وهو مثلا شافك انت بتاكل بيض في الدايت بتاعك فتبدا تتشتت. بص يا باشا، اهدى. المرحله الاولى لازم تبقى عندك هدوء كبير جدا، وعي ان انت لسه بادئ البيزنس بتاعك، ما تتشتتش، اهدى، ما تسمعش حد. الضعف الثانيه في المرحله الاولى، ايه ده انت مش باين عليك، ما انت مش المفروض تبان عليك، لسه بادئ عادي، مش المفروض ابدا تبان عليك. الحل بتاع دول 3 حاجات. اول حاجه ما تسمعش اطلاقا. تاني نقطة، اكتب عندك الكلام اللي انا بقوله دلوقتي حالا، اكتب عندك في المرحلة الاولى انا مش هسمع، انا مش هسمح لحد يخطفني، انا مش لازم اكون باين عليا دلوقتي. النقطة الثالثة، كمل، ادخل في المرحلة الثانية معايا. في حاجة ثعبانية تريكي قوي، ان في المرحلة الاولى قلت لك ما تسمعش، انا مش عايزك حتى تسمع الكلام الايجابي. اي حد في المرحلة الاولى حتى هيقول لك كلام ايجابي، ده هيكون ضغط عليك وبريشر، لان في حد بيراقبك مستنيك، هيعلق، هيقول لك مش عارفه ايه، ده ضغط، وانت المفروض في المرحله الاولى تتخلص تماما من الضغط اللي عليك.